إصدار شهادة 33% وقرار البنك المركزي برفع أسعار الفايدة بالبنوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أهم متابعين في القناة. أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. واللي شايف إنه استفاد معايا في القناة فضلا وليس أمرا ينزل ويشترك ويفعل الجرس عشان يجيله إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. فيديوهاتنا كلها عن البنوك وأسعار الفايدة، أخبارنا كلها جديدة، معلوماتنا موثوق فيها ودايما صحيحة وسابقة الأحداث. اعمل لايك للفيديو عشان تدعمني وعشان يوصل للكل. ويلا معانا نشوف الخبر بتاع النهاردة هنتكلم عن شهادة جديدة، هعرفكم ايه مميزاتها وايه عيوبها، وهنعرف قرار البنك المركزي اللي تم فيها. البنك المركزي في اجتماعه الأخير الاستثنائي اللي قرر فيه تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، وذلك لكبح جماح التضخم، وبعد رفع الفدرالي الأمريكي الفايدة التي أثرت على كثير من الدول الناشئة. وقرر في نفس الوقت رفع أسعار الفايدة على سعر عائد الإيداع والإقراض ليصل إلى 13.4% و14.4% على الترتيب. وجاء في نفس التوقيت قرار البنك الأهلي وبنك مصر بإصدار شهادات بفايدة مرتفعة وبدوريات صرف مختلفة، وذلك لجلب الكثير من العملاء. فتم إصدار شهادات بالبنك الأهلي وبنك مصر في ذلك التوقيت، شهادة بدورية صرف شهري 16%، وأخرى بدورية صرف ربع سنوي 16.4%، وأخرى بدورية صرف نصف سنوي 16.5%، وشهادة بدورية صرف سنوي وصلت إلى 17.4%. وتم إيقاف إصدار شهادات 14%، وأصبحت الشهادة الشهرية لمدة 3 سنوات هي 16%. وفي شهادة اتسألت عليها كتير، هي شهادة بعائد 33%. ناس كتير عايزة تعرف ايه هي الشهادة دي وايه مميزاتها وايه عيوبها. أولا الشهادة دي بتصدر بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها، وحد أدنى 5000 جنيه. مدة الشهادة بتكون 3 سنوات. نوع الفايدة ثابتة طول مدة الشهادة. والشهادة دي اسمها شهادة أميرالد الثلاثية بالبنك العربي الإفريقي الدولي، وهي شهادة معفية من الضرائب وذات عائد ثابت ومتغير. والشهادة دي بعائد تراكمي وليس شهري، والعائد التراكمي بتاعها هو 33%. ولأن بعض العملاء بيفضلوا الشهادات التراكمية لادخار أمواله، والبعض الآخر بيفضل التعامل مع الشهادات الشهرية، ولك حق الاختيار. وانتظرونا في فيديوهات جديدة وأخبار جديدة كلها في عالم البنوك. ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من أخبار البنوك. إلى اللقاء.